بونجور، اخباركم ايه؟ انا مين النهارده جالي من جو برو، فهموت افتحها معاكم. هو يعني بصوا انا حاولت افتحها على قد ما أقدر بحيث ان احنا نوفر الوقت اهو. هما باعتين جو برو، بعتلي صراحة طلبها منهم كنكة و ركب كده. انا جايبه 6 لتر علشان يا دوبك تبقى خفيفه في الشيل. انا عندي 10 لتر وال 20 لتر بتقال جدا ما بعرفش اشيلهم، فقلت ايه كده اسهل تتحرك يعني بسهوله اكتر. ودي ايطالي، ايبوكا، نوع ايبوكا ميد ان ايطالي اللي هو 6 لتر. بصوا لونها كان فيه لون احمر وفيه لون اخضر، انا قلت اللون الاخضر لطيف. بصوا بتتملى من هنا بعد كده، هو ممكن تثبتوها كده وتعملوا كده، وممكن تشيلوها من هنا وتشتغلوا كده برضه او كده. فكانت لطيفه، حجمها قليل قوي بحيث ان انا اعرف اتحرك بيها بدل ما اقعد اشيل 10 و20 لتر. ايه رايكم؟ فيري كيوت، مبسوطه بيها قوي. طبعا هم الموقع بتاعهم عليه بقى بذور وزرع وكل الحاجات دي، بس انا قلت اجيب دي في الاول. انا كنت بصراحه طالباها قبل العيد، انا عارفه ان هم في العيد بيبقوا اجازات كل شركات الشحن وكده. فاول لما رجعوا من العيد يوم الخميس بعتوها لي، النهارده يوم الاحد فجات لي بعدها على طول. فكانت اس فاين يعني، ما دوبك جمعه وسبت كده اجازه ووصلت لي لحد، فكان بالنسبه لي سريع جدا. طبعا هم عندهم زرع وكده هوت. هبقى اسيب لكم اللينك بتاع الويب سايت تحت تتفرجوا عليه. هو في حاجات حلوه قوي 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 بذور، وعندهم حاجات زراعه وكده هوت. بس انا قلت الاول اجرب في حاجه بلاستيك كده، اشوف هسيف امتى، الباكجينج شكله ازاي والحاجات دي كلها، بحيث ان انا لما اطلب بعد كده نباتات. النباتات عامة بتفرهد في المواصلات، لو قعدت يومين 3 في الباكجينج ممكن تبوظ او تعفن او التربة بتاعتها تتقلب. فقلت اشوف الباكجينج بتاعهم شكله ايه بالنسبة للزرع، واشوف كمان البرودكت بتاعتهم ان لايف، يعني ان انا اشوفهم كده بجد عشان ابتدي اقيم هعمل ايه وهشتري ايه وهطلب ايه وكده اهو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي. بلبل ده فوق. تعالى يا بلبل دي، ايه رأيك؟ باي باي.